المرأة بالإسلام عموما وبالمذهب الجعفري خصوصا مظلومة ومضطهدة وما لها أي حق. وإذا طبق قانون الأحوال المدنية المستمد من الشريعة ومن مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام فراح نرجع لعصر الجواري والمرأة تنتهي. هذا الكلام جاي يروج ضد مذهبنا، وتعالوا نرد عليه بهدوء وبطريقة علمية وواضحة وسهلة وأصلا بالوجدان كل احنا عايشيها. المرأة أول ما تنولد ببيت مسلم فالأب يجب عليه أن ينفق عليها. لما كبرت الابنية إضافة إلى رعاية الأب وإنفاقه، الأخ كذلك يكون مسؤول من عندها، يدير باله عليها، يوديها، يجيبها ويراعي حقوقها. كبرت هاي الابنية وقررت تتزوج وتزوجت. الإسلام خللها مجموعة شروط في عقد الزواج من حقها تشرطهن على الزوج ما لم يكن الشرط محرما. يعني مو تجي تقول له تعال اتزوجك بس كون تشرب خمر، لا هذا ما يصير. بس مثلا تقدر تقول له تعال نتزوج بس انا اريد بيت وحدي، تعال نتزوج بس انا ما اقدر اطبخ وكذا، تعال نتزوج بس مثلا لا تاخذ علي وحده ثانيه، اظل اني بس اني. هاي الشروط المحلله كفلها لها الاسلام. من الزوجة حسب الشروط اللي هي تريد، من الزوجة حسب الشروط اللي هي تريدهن. الزوج يجب عليه الانفاق، واذا ما انفق هاي النفقة تظل ذمة في رقبته، حتى إذا ماتوا ما انطاهن فهن ذمة برقبته. وأزيدك من الشعر بيت، نفقة الزوجة ما تسقط حتى لو كانت غنية وأغنى منك. يعني لو هي عندها مليار وأنت عندك مليون كنت تنطيها نفقة ما دام هي زوجتك وهذا حقها. بعد تنطيها حقوق لما تخلف وتخلف لها ولد ذكر رجل، هذا الرجل هم واجبه ينفق عليها إذا كبرت بالعمر. فالمرأة بالإسلام كان يأخذ ولا يعطي حتى لو كان غني. هاي من ناحية الحقوق. من ناحية الميزات انطاها حق مثل الرجل، تعمل، تشتغل، تدرس، توصل درجات علمية عالية، ما عنده مشكلة الإسلام ولا المذهب بهذا الخصوص. نعم الإسلام يمنع المحرمات ويمنع الانحلال، وهذا مو بس المرأة، للرجل هم، الرجل هم ممنوع. يعني انت منو قال لك الإسلام انطى للرجل حقوق انه يسوي بكيفه؟ ماكو هيك حكي. الرجل بالإسلام يعاقب على الأشياء المزينة مثل المرأة تماما. اصلا ماكو فرق بيناتهم امام الاسلام من ناحيه ارتكاب اي جرم معين. ولذلك لا تتصور مثلا بالاسلام اذا رجل ارتكب ذنب نقول له يلا عادي ونضحك بوجهه، والمراه اذا ارتكبت ذنب لا شلون مو انت مراه، لا ماكو هيك. الرجل مثل المراه امام قانون الله، قانون الاسلام. فاذا كنت باحث عن الحقيقه وحاب تعرف المعلومه صدق فاسال اهل الاختصاص وراح يجاوبوك ببساطه وراح تقتنع. اما اذا كنت معاند فاقول لك الله يغفر لك بحق محمد وال محمد. في امان الله.